على قناة مصرية إعلامية مصرية بتظهر بالقفطان المغربي وبتصدم ملايين المصريين، وهذا ما حدث. سيد يوسف، اليونسكو يحسم القفطان والزليج تراثا غير ماديا لدولة المغرب. رأي حضرتك هذا إن دل فإنما يدل على أن القفطان والزليج أصبحوا يمثلوا هوية وموروث للمغاربة، أم ذلك التسجيل الغرض منه حفظ هذا التراث وخوف من سرقته أو نسبه تاريخيا لدولة أخرى؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في المغرب وبلد العراقة، بلد التراث. نتكلم عن القفطان والزليج المغربي في بادئ ذاته. فإدراج القفطان المغربي والزليج ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو يعتبر إنجازا مزدوج الأهمية. فمن ناحية يمثل هذا التصنيف اعترافا عالميا بالقيمة التاريخية والجمالية لهذين العنصرين اللذان يعكسان عراقة الحضارة المغربية وتنوعها. تمام. فالقفطان المغربي ليس مجرد زي تقليدي، بل هو لوحة فنية تجمع بين الأناقة والدقة. وكذلك فالزليج المغربي فهو يجسد فن العمارة الإسلامية بتركيباته الهندسية الدقيقة التي تربط بين الجمال والرمزية. تمام. واحنا المفروض معانا صور على الشاشة للقفطان والزليج المغربي. الصور معانا دلوقتي على الشاشة للزليج المغربي والقفطان المغربي. اتفضل سيد يوسف، مع حضرتك نسمعك. من ناحية أخرى كما أسلفت، يهدف هذا الإدراج إلى حماية هذه الرموز الثقافية من مخاطر الاندثار أو محاولات السطو الثقافي كما قلت من دول أخرى. فمع تزايد التحديات التي تواجه التراث الثقافي في عصر العولمة، يصبح الاعتراف الدولي وسيلة فعالة لحفظ الحقوق التاريخية وضمان استمرار هذه التقاليد. فتسجيل القفطان والزليج يعزز الهوية المغربية ويسهم في نقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة، مع فتح أبوابه أمام العالم للاحتفاء بها كجزء من التراث الإنساني المشترك. اصل سيد يوسف، اللي بعد اذن حضرتك اللي يشوف القفطان ده يعني شيء مادي، فاحنا ممكن نعتبره تراث مادي. كذلك الزليج يعني شيء معماري، يعني نعتبر ايضا مادي. فكون ان هو يدخل كتراث غير مادي، هذا ان دل فانما يدل على ان هو اصبح جزء خلاص من موروثكم، يعني جزء اصيل من الشعب المغربي. وهو مادي وغير مادي في نفس الوقت. تمام. لان طرق صنع القفطان أو الزليج فهي تتوارث عبر الأجيال. تمام. هناك أشياء تتوارث شفهيا، وهناك أشياء تتوارث بطريقة علمية. لذلك فهو مادي وغير مادي. وهناك العديد من العناصر الثقافية التي سجلها المغرب ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، الذي شرعت اليونسكو فيه في سنة 2003. طيب سيد يوسف، القفطان المغربي ده يعتبر يمثل يعني قدسية خاصة للمغرب، وبسببه نقدر نقول في نزاعات وخلافات كثيرة مع دولة الجزائر. لو حبينا ان احنا نتطرق للموضوع الحساس ده، وطبعا مع خالص احترامنا للمغرب وللجزائر، لكن الى ما وصل هذا النزاع، يعني هل في منظمة دولية حسمت هذا الخلاف، ولا سيظل خلافا ونزاعا بين الدولتين الى الابد؟ القضية محسومة بين طرف اليونسكو، لأن الأدلة التي قدمت المغرب، الأدلة التاريخية والأدلة ديال القفطان المغربي، هي أدلة دامغة. لا يمكن لأحد أو دولة أخرى أن تقول أن تنسب القفطان لها، لأن فهو يعد رمز للأناقة المغربية التقليدية، وتاريخه يمتد لقرون. ونعرف بأن الدولة المغربية عريقة جدا، فهي ثاني ملكية في العالم بعد اليابان. هذا مقارنة. والقفطان على حسب المصادر التاريخية لم يتأثر بأي ثقافات، فهو مغربي حر. فالقفطان يعد رمز للأناقة المغربية التقليدية، ويمتد تاريخه لقرون.
فهو لم يتأثر كما يقال بأنه متأثر بالثقافات الأندلسية والعثمانية والفارسية. هو لم يتأثر بهذه الثقافات، بل هو مغربي 100% من ناحية الثوب، من ناحية الإبداع، من ناحية المكونات، من جميع النواحي. زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة، طبعا القفطان المغربي وتألق القفطان المغربي وجماله. وشفتوا انتوا طبعا العلامين المصرية لما لبست القفطان المغربي، كان طبعا سبحان الله ما شاء الله، يعني كان طبعا القفطان المغربي مبهر وجميل جدا. وهو طبعا من الملابس التقليدية الجميلة اللي بتدي كده للمرأة أنوثة، وبتديها كده جمال، وبتديها شكل، وبتديها هيبة. هو القفطان المغربي ده، وطبعا هو ده من الملابس التقليدية اللي المغاربة بيفتخروا بيه جدا. يعني القفطان المغربي من الملابس اللي المغاربة بيحبوه جدا ويفتخروا بيه. وطبعا المغربيات بيحبوا ان هم يظهروا بيه حتى في القنوات العالمية، لما يكونوا بيتم استضافتهم في قناة عالمية او قناة عربية لازم يظهروا بالملابس التقليدية بتاعتهم، اذا كان طبعا ده طبعا اللي هو القفطان المغربي. فيا رب يكون قد عجبكم. تعالنا باللايك واشترك معنا في قناة جديد عشان ان شاء الله المقطع ينزل يوصلك شعر بالنزل. ويلا في امان الله وحفظه.